المطبخ بيولع وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ انا طبعا مش فاهم انت دلوقتي اي حاجه، فمحتاجين نرجع لورا شويه. المكرونة بالصلصة سهلة جدا. بعد ما فشلت ان هاجر لايطاليا زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، اللي المفروض ظهر في علامه الاي جي، وكانت قصتي وقصه حقيقيه، بس طبعا لسه حي يور. رجعت بعدها وانا قاعد على السرير نايم وبسكرول، طلع لي فيديو البنت وبتقول ازاي تجيب شغل على لينكدين. قعدت اشوف الطريقه وقلت خلاص كده. وانا في خيالي بقى معايا موزتين في العربيه اللامبورجيني بتاعتي، امي راحت ندت عليا يلا بسرعه عشان البتنجان هيبرد وهيفقد الكرانش بتاعه. رحت اتغديت، رجعت هوب تيكي تاكا اشوف الوظائف. أول وظيفة محتاجين مدير بنك خبرة 100 سنة شارك في حرب الخليج. تاني وظيفة رائد فضاء كان موجود على جزيرة بستين. تالت وظيفة كاشير في مطعم بيتزا. قلت هي دي. لمعت في عيني ايه المطلوب، حاجات سهلة. 1 2 تيكي تاكا. قدمت، كان المطعم في العبور، مش هقول اسمه عشان لسه موجود وفاتح قريب من الحته اللي انا ساكن فيها، يا دوبك مواصلتين واوصل المطعم. رحت مدير المطعم او المسؤول، قال لي بتعرف تتكلم انجليزي؟ قلت له طبعا. قال لي طب وريني. قلت له لا ده احنا لا مؤاخذه رجاله قوي ونعجبك. قال لي الانجليزي. قلت له الو ايام. My name is Mutazala. My name is قال لي معاك لغه تانية؟ قلت له اه عربي وايطالي. قال لي وريني الايطالي. قلت له آه قلت له ايه قلت له بونجورنو يسونو كبداكي حكايه. انزل دلوقتي اشترك في قناه كبداكي حكايه، تلاقيها نورت كلمه اشتراك. تمام يلا خد اليونيفورم واشتغل. قلت له ثانيه بس المرتب. قال لي انت هتقعد شهر تدريب. شكله ما يعرفش اللي هيحصل كمان شويه. وبعدها المرتب 5000 جنيه. طبعا شاكيرا اللي كانت قاعده جنبي في اللامبورجيني سبت لي ومشيت، والعربيه قطعت بنزين. نزلت الشغل. يلا اول زبونه، مساء الخير مساء النور، تحب تطلبي ايه؟ عاوزه حاجه على ذوقك. وخليني اقول لك ان انا عشان في مجتمع نوعا ما قريه فلاح في التعامل مع البنات منعدم حرفيا، ما اعرفش يعني ايه بنات. لو تعرف انزل قول لي في التعليقات واشترك برضه، لازم تشترك يا اسطى. يعني بالاماره كده رشحت لها واحده بيتزا بطعم البيبروني، في طعم. قالت لي انت شكلك جديد هنا. قلت لها اه. قالت لي امال فين شريف الليدر اللي هنا؟ وانا في دماغي ما اعرفش ليه بتسال عن الليبرو حمدي فتحي. دي كانت نكته يعني. تمام. طلع الليدر مسؤول يعني مدير. قلت لها ده لسه ما وصلش. قربت عليا وقالت لي افتح ايدك. فتحت هوبا شريط رمادول تفاح احمر بتاع زمان. قالت لي ده يستخبى لحد لما شريف يجي. قلت لها خلينا نغير اسمها مثلا، نخليها الفنانه القديره طارة ابراهيم. قلت لها تمام ماشي. ده اول موقف حرفيا يعني، انا كنت لسه نازل الشغل ودي كانت اول زبونه. خدت شريط الترامادول الاحمر ده وحطيته فين؟ تخيل معايا كده. لا مش في الدرج، في جيب البنطلون عادي. وكنت لو مثلا ظابط جه قال لي ايه اللي في جيبك، اقول له تليفون ايفون ولا حاجه. طب تمام. وقد كان. خلصت دنيتي وبقفل الشيفت وهمشي. طار ابراهيم جت. اها. تاني. إيه الدنيا في ايه تاني؟ تطلبي ايه يا فندم؟ عاوزه واحده بيتزا بالحشائش الايطاليه. وانا في انا بجد في خيالي إيه؟ انا بجد بحسب في حاجه كده اصلي. انت في مطعم بيتزا يعني نوعا ما راقي يعني، ماشي اوكي. وواحده جايه تقول لك انا عاوزه بيتزا بالحشائش الايطاليه. انا اول حاجه افتكرت لها عايزاها بالكمون، ما اعرفش ليه. ده طعمها مثلا. بص ادور بقى، مفيش حاجه اسمها كده. استاذ شريف سمع طلع جري ومسكها من دراعها وقال لها انت اتجننتي، وقعد يزعق بقى. وانا قلت له يا عم انا ماشي بقى وماشي وحلوا المشكله دي مع بعض. عدى 25 يوم لغايه ما نوصل يوم وقفه العيد. وده اليوم بجد اكتر الناس بتكسب هي المطاعم والحلاقين والديلرز. كان في ضغط اوردرات وكده بقى، اللي هو فاهم اي حد يشتغل في مطعم يكون فاهمني. فانا كنت ماسك ساعتها الكاشير زي ما قلنا. استاذ شريف بيساعد برضه في كل حاجه يعني، اللي هو حمدي فتحي فاهم. من كتر الضغط قال لي استاذ شريف خش جوه ساعدهم في المطبخ. دخلت، مش اول مره اخش المطبخ بقى وفاهم الدنيا. لقيت ساعتها 3 افران، 2 شغالين وواحد مطفي. فقلت انا هايد المطفي وعشان ننجز يعني. ولسه بولع النار فيه وبوم، حريقه تقوم مره واحده. كل اللي في المطبخ لا عايزين نرش ميه. مفيش. دخل شريف. اه المطبخ بيولع وانت واقف مكانك بتعمل ايه يا غبي؟ غبي. الفرن اللي محدش بيولعه خالص ده، هم بيخبوا الحشيش هنا والترامادول والحاجات هنا. واستاذ شريف بيزودهم فلوس عشان ما يقلوش يا ابن الايه. ما شغاله. فكان في الفرن زي يعني اللي انا سمعته او اللي انا عرفته بعد كده، في حشيش كريستال في نسبة كحول عالية ويود. فعمل الحريقة دي هايلة يعني، فاهم، حريقة كبيرة قوي. راح أستاذ شريف قال لي أنت هتشيل الليلة وكده، دول 20,000 وبيزعق. فمسكت فيه. جه صاحب المطعم قال لي عادي حصل خير. عشان صاحب المطعم برضه يعني فاهم الحاجات دي.
أستاذ شريف قال لي: "أنت مضرود." قُلت له: "أحسن، أنا أصلًا مش قادر." وركبت جنب شاكيرا اللامبورجيني وبتدوّر وخلاص هتطلع. أستاذ شريف قال لي: "استنى، أنت نسيت حاجة." رجعت قُلت له: "نسيت إيه؟" قال لي: "تعمل لايك للفيديو وآسفين على التأخير." يا اسطى أنا خدتها one take.